بيبدأ بسفينة في عاصفة شديدة عليها شخصين، وفي أعماق البحر غواص بيستكشف معبد أثري كبير، وبنشوفه بيستكشف المكان وهو بيدور وبيلاقي الحاجة اللي كان بيدور عليها، ومجرد ما بياخدها بتحول المعبد كله للونه الذهب وبينهار كله. بس الغواص بيقدر يهرب وبيوصل للسفينة، وبنفهم إن الغواص ده هي العالمة سارة مستكشفة الآثار، وبتكون مبسوطة لأنها وصلت للمخطوطة اللي بتدور عليها. وبيكون في شخص شرير بيراقبها وبيقول للناس اللي معاه إنهم يتخلصوا من الراجل اللي وصلهم ليها. وبنشوف تاد بيكون بيقرا في الكتاب بتاعه، وبيجوا زمايله في الشغل وبيسالوه عن حبه لقراءه الكتب، وتاد بيقول لهم انه بيدرس في كليه الاثار دلوقتي. وبيسالوه عن ساره وبيقول لهم انه ما شافهاش بقاله مده كبيره. وساره في الوقت ده بتكلم تاد على التليفون وبتقول له انه يجي افتتاح المعرض الاثري اللي عاملاه، وتاد ساعتها بيكون معاه الهديه بتاعتها اللي جايبها لها، وبتقع منه وبيفضل يجري وراها وبيلحقها من الاسمنت. بس الاسمنت بيقع على المدير بتاعه وبيطرده، وبيرجع للبيت وبيجهز شنطته علشان يروح لاس فيجاس المدينه اللي فيها الافتتاح. وبنشوف ان الهديه بتاعته هي السلسله اللي هيديها لساره. وبيفتح الباب بيلاقي موميا في وشه، والموميا بيدخل يشرب من التويليت وبيشكر تاد جدا لانه بقاله ايام ما شربش. وتاد بيساله عن السبب اللي خلاه يجي، فالموميا بيقول له انه لما سابهم يخرجوا من المدينه الحرس طردوه منها، ومن ساعتها بيدور عليه في كل مكان لحد لما وصل له. وتاد بيقول له انه مسافر دلوقتي عشان يشوف ساره، والموميا بيكون مصر انه يروح معاه. وفعلا بينطلقوا مع بعض، وهم في الطريق تاد بيطلب منه انه ما يتصرفش باسلوب غريب عشان الناس ما تخافش منه. والموميا بيشوف السلسله وبيقول لتاد ان ساره اكيد مش هتفكر انها ترتبط بيه لانها عالمه اثار وانت يا دوب عامل بناء. بس تاد مش بيهتم وبيكمل الرحله وبيوصلوا للمدينه. ولما بيوصلوا تاد بيطلب منه انه ما ينزلش من العربيه، وبيروح يقابل تيفاني السكرتيره بتاعت ساره، وبترحب بيه وبالكلب بتاعه. وبيقابلوا ساره، ولما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه. والموميا في الوقت ده بيسمع مطرب في الشارع وبيعجب بيه جدا، وبيروح يعبر له عن حبه للغنوه، والمغني بيغمى عليه من الفجعه. وساره بتاخد تاد وبتوري له المخطوطه، وبتقول له ان المخطوطه دي بتاعت الملك، وبتقول له ان الملك كان عنده سلسله سحريه مكونه من 3 قطع، وبتقول له ان السلسله دي مسحوره وبتخليه اي حاجه يلمسها يحولها لذهب. وتاد بيقرر انه يعترف بحبه ليها ويقدم لها السلسله. بس الموميا بيوصل وبيفصل اللحظه، وساره بتستغرب من وجوده. والموميا بيقول لتاد انه اخد هدوم المطرب عشان الناس ما تشكش فيه. فبتيجي تيفاني وبتعرف ساره ان العرض هيبدا قريب، وتاد بياخد الموميا بسرعه عشان يجهز، وبيبدا العرض. وساره بتعرف الناس على الملك اللي اسمه ميداس، اللي كان عنده كنوز كتيرة بسبب انه لما بيلمس اي حاجة بتتحول لذهب. بس كل ده اتغير لما بنته جت تحضنه وتحولت لتمثال من الذهب، وعشان ينقذها لازم يرمي السلسلة. وقرر انه يحط كل قطعة في معبد مختلف، والجمهور كله بيحييها وبتوريهم سارة المخطوطة اللي فيها مكان قطع السلسلة. وفجأة في عصابة بيرموا قنابل فيها دخان احمر وبيخوفوا الناس وبيجروا، والعصابة بيحاصروا سارة وبياخدوا المخطوطة. بس بيجي الطائر بتاع سارة وبيخطفها منهم. بس في واحد من العصابة بيضرب الطائر وبتطير المخطوطة لتاد اللي بيمسكها وبيحاول يهرب، بس بيحاصروه هو والموميا وبيحدف المخطوطه لساره، بس بتقع على الارض. وبيجي زعيم العصابه من طيارته وبينزل ياخد المخطوطه وساره كمان، وبيجري تاد عشان ينقذها بس مش بيعرف. وساره بتحدف له المفكره بتاعتها وبيفقد الوعي، والموميا بيجي يفوقه. وتيفاني بتوصل وبتقول له ان العصابه دي جت وخطفت ساره والمخطوطه عشان يوصلوا للسلسله. وبيجي تاد ياخد المفكره وبيقول لتيفاني انهم ممكن يوصلوا للسلسله قبل العصابه، بس الكلام بيبقى مكتوب بلغه قديمه. والموميا بياخد المفكره وبيقدر يترجم الرموز اللي فيها. وتاد بيعرف ان القطعه الاولى في القصر الاحمر في اسبانيا، وبيقرروا انهم يروحوا لهناك عشان يوصلوا قبل العصابه. وبيكون راكلهام رئيس العصابه بيطلب من ساره انها تترجم مكان السلسله، وساره بترفض تتكلم وبيحقنها بمصل عشان تقدر تتكلم. وساره بتقول له ان كل حاجه مكتوبه في المفكره بتاعتها وبيغمى عليها. وبيكون تاد في الوقت ده هو والموميا وتيفاني في الطياره. ولما بيوصلوا لاسبانيا الموميا بيلبس فستان الرقص الاسباني وبيتنكر فيه، وبيركبوا التاكسي عشان يوصلوا للقصر الاحمر اللي فيه قطعه السلسله. بس رجاله العصابه بيكونوا بيراقبوهم وبيبداوا يطاردوهم وبيحدفوهم بالاطباق عشان يتخلصوا منهم، وفي واحد منهم بيتشعلق على التاكسي. بس الطائر بتاع ساره بيحدفه بالزهريه على راسه وبيفقد الوعي. وسواق التاكسي بيغمى عليه بسبب الحقن المخدره اللي بيضربوها. وتاد بيسوق مكانه وبينقذ الموميا اللي كان هيقع من العربيه، وبيهربوا من العصابه وبيوصلوا للقصر، وبيلاقوا النافوره اللي مرسومه في المفكره، وبيحركوا التماثيل وبينزلوا المكان سري تحت الارض. والطريق بيكون مليان طرق كتير جدا تحت الارض. والموميا بيمسك فار وبيسالوا عن المكان بتاع الاثر، وبيمشوا فعلا ورا الفار لحد ما بيوصلهم لمكان فيه حشرات وتعابين. وبيعدوا من الطريق ده وبيوصلهم لمكان القطعه الاولى، وبياخدوا القطعه والمكان بيتصاب بلعنه وبيتملى ميه. وتاد بيلاقي مكان لخروج الميه قبل ما يغرقوا، وبيفتحوا الباب اللي بيخرجهم لنص المدينه من المجاري، وبيلاقوا ان راكلهام محاصرهم هو والعصابه.
باباه وبيهدده بقتل سارة لو ما عطلهوش القطعة، وبياخد من تاد القطعة والمفكرة وبيسلمهم سارة وبيمشي. وسارة بتقول لتاد إنهم لازم يوصلوا للسلسلة قبل راكلهام عشان لو لقاها محدش هيعرف يتصدى ليه. وتاد بيقول لها إنه أخد أهم ورقتين من المفكرة وبكده مش هيعرفوا يوصلوا للقطعة التانية بسهولة. وبيوصلوا للمينا وتاد بيطلب من القبطان إنه يجهز سفينة للسفر لتركيا. وسارة بتعرف تاد إن القطعة التانية في معبد تركي. وتاد بيسألها عن القطعة التالتة وسارة بتقول له إن كل اللي تعرفه هو رمز على شكل حرف ام. وهم على السفينة تاد بيوري تيفاني السلسلة اللي هيديها لسارة وبيسألها إنها هتعجب بيها ولا لأ. وسارة بتكون بتتكلم مع الموميا وبتقول له إنها معجبة بتاد وبيقول لها إنها تروح له وتعترف له بمشاعرها. وبتروح بس بتلاقي تاد بيدي السلسلة لتيفاني. وسارة بتحزن وبتفكر إن تاد معجب بتيفاني ومش بيها هي. وبيوصلوا لتركيا وبيدوروا على المعبد بس بيلاقوا إن راكلهام والعصابة في نفس المكان اللي هم فيه وبيهربوا للصحراء عشان يوصلوا للمعبد. وتاد بيلاحظ إن سارة بتتعامل معاه بعدم اهتمام مش زي الأول وبتطلب منهم انهم يتقسموا مجموعتين عشان يدوروا على المعبد. وبيروح تاد والموميا من طريق وسارة مع تيفاني في طريق تاني. وتاد بيشتكي للموميا من معاملة سارة ليه والموميا بيقلد له سارة وبيحفظه الكلام اللي يقوله لسارة عشان ترتبط بيه. وسارة بتكون حزينة وبتقول لتيفاني اللي لازم راكلهام ما يلاقيش السلسلة عشان هيدمر بيها العالم كله ومحدش هيوقفه. وتاد بيلاقي افراد من العصابة شافوا المعبد بس ما يعرفوش ان ده المكان المعبد اللي بيدوروا عليه وبيمشوا. وتاد بيروح للباب بتاع المعبد وبيدوس على الزرار اللي على شكل حرف الام والباب بيتفتح. وبمجرد ما بياخد القطعة بيظهر ضوء ذهبي بيطارده وبيهرب منه وبيوصل لبره المعبد. والضوء ده بيوصل لقمة جبل على شكل حرف ام. وتاد بيفهم ان المكان ده فيه القطعة التالتة وبيرجع لسارة وتيفاني بيوريهم القطعة اللي معاه وبيقول لها على المكان اللي فيه القطعة التالتة. وسارة بتقول لهم انهم لازم يدمروا القطعة دي عشان راكلهام ما يوصلش لقوة السلسلة. وتيفاني بترفض انهم يعملوا كده عشان ده اعظم اكتشاف في التاريخ. وبتاخد من تاد القطعة بحجة انها هتشوفها وبتاخد العربية منهم وبتهرب. وسارة بتتضايق جدا وبتروح على الجبل وبتقول لتاد ما يجيش معاها لانها عاوزة تكون لوحدها. وتيفاني بتروح لراكلهام وبتديله القطعة التانية وبتقول له على المكان القطعة الأخيرة. والموميا بيكون وصل لتاد اللي كان لوحده وتاد بيقول له انه حزين بسبب معاملة سارة. والموميا بيقول له ان سارة بتحبه وما ينفعش يتخلى عنها ابدا. وتاد بيتسلق الجبل هو والموميا عشان يوصلوا لسارة. وسارة بتكون وصلت لقمة الجبل عشان توصل للمعبد. وقبل ما تدخل راكلهام بيكون جه بالطيارة بتاعته ومعاه تيفاني وبياخدوا سارة جوه المعبد. وتاد بيشوف الطيارة وبيعرف ان سارة جوه وبينزل على الجليد هو والموميا وبيدخلوا المعبد وبيوصلوا لمكان سارة. وسارة بتفرح جدا لانه ما تخلاش عنها. وبيوصلوا لمكان القطعة الأخيرة وراكلهام بيستخدم الصولجان عشان يفتح التابوت وبيقول لتاد انه يجيب القطعة الأخيرة وتاد فعلا بيجيبها له. وتاد بيحط القطعة الأخيرة في السلسلة لراكلهام وبيخرج ضوء ذهبي من السلسلة وبيسحر راكلهام وبيلمس تمثال حجري وبيحوله لذهب بالكامل. وتيفاني بتطلب منه انه يسيب سارة وتاد لانه وعدها بكده. وراكلهام بيقول لها انه كان بيخدعها وبيهاجمها بالقوة السحرية بتاعته وبيهاجم الكل بس بيحاولوا يهربوا منه عشان ما يتحولوش لتماثيل ذهب. وتيفاني بتتفادى ضرباته في اخر لحظة وهي بتقع من على المنحدر بتيجي سارة وبتنقذها. وتاد بيستخدم قطعة صخر بعد ما اتحولت لذهب وبتصدى بيها الضربات بتاعت راكلهام. وقبل ما الصخرة تقع عليه سارة بتنقذه وراكلهام بيضربها بالصولجان بتاعه. وقبل ما يقتلها تاد بيهجم عليه وبيغير مسار الضربة اللي بتيجي في السقف اللي بيتدمر وبتقع على راكلهام صخرة كبيرة وبيموت. بس سارة بتبدأ تتحول لذهب من الضربة بتاعت الصولجان. وتاد عشان ينقذها لازم يدمر السلسلة بس بيحاول يحرك الصخرة ومش بيعرف. وسارة قبل ما تتحول لذهب بالكامل بتعترف له بحبها ليه. وتاد بيحضنها وهو متأثر جدا بيها وبيرفض انه يتخلى عنها بالرغم ان المعبد بينهار. والموميا بيطلب من تاد انه يهرب قبل ما يموت بس تاد بيقرر انه يلبس سارة السلسلة ويحضنها عشان يموت معاها. واللعنة فجأة بتتفك عن سارة وبترجع لطبيعتها وده بسبب ان تاد كان هيضحي بحياته عشان سارة زي ما عمل الملك ميداس مع بنته. وسارة بتحضنه وتاد بيكون مبسوط جدا بيها. وتاد بعد كده بيعمل حفلة كبيرة فوق السطح بتاع بيته وبيعلن قدام الكل ارتباطه بسارة. والموميا بيقرر انه يرجع لمكانه الأثري بتاعه. انا احمد ويلة واللي كتب السكريبت ده عبد الله الرملاوي. وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تتابعونا في كل جديد.